لو خيروني ما بين الفطير المشلتت المفروض على الطبلية وانا واقفة، ولا اللي بيتعمل كويرات صغيرة وبيتعمل واحدة فوق واحدة، وانهي طريقة احسن ما بينهم الاتنين، وانهي طريقة بتخلي الفطير مورق اكتر، وكمان بتخلي الفطيرة طري معايا زي الزبدة، وكمان ما بتخليش الفطير معايا مجلد. قوليلي انهي طريقة احسن وافضل لفرد الفطير وفي نفس الوقت يكون طري معايا ومورق ورقة من ورقة وما ينشفش ولا يجلد. وقوليلي انهي طريقة افضل لو انا فاتحة مشروع من البيت، وكمان ما تخليش الفطير ينشف ولا وشه يقشر مني. وازاي كمان لو انا فاتحة مشروع من البيت ازاي اختار نوعية دي كويسة جدا، وازاي اعرف الدقيق اذا كان عرقه قوي ولا ملهوش عرق، وانهي طريقة بتخلي الفطير مورق معايا اكتر وفي النهاية تكون شكلها حلو. تعالوا بقى لو انتوا عايزين تخيروني فعلا وتاخدوا الاجابة الصحيحة وانهي طرق افضل واحسن، تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول. وما تنسيش تعملي متابعة للصفحة لو انتي اول مرة بتشوفيني، وتقولي لي بتتابعيني منين، ونصلي على رسول الله ونقول اول حاجة الطريقة اللي هي على الطبلية. كل طريقة مختلفة عن التانية، وكل طريقة ليها مميزات ولها عيوب، وبفضل الله معايا تعرفي كل حاجة. طبعا الطريقة دي لو انت فاتحة مشروع من البيت علشان الوقت والمجهود عليكي تعملي اللي على الطبلية فطيرة واحدة وكورة واحدة كبيرة وتفرديها كده. والاحسن والافضل كمان تسيب العجينة ترتاح، لان اللي بتعمليها كويرات صغيرة بتختلف عن اللي انت بتفرديها دلوقتي كده على الطبلية. خلاص كده تمام. ولما اجي افرد الفطيرة على الطبلية بفرد كل السمك التخانة اللي فيها، والاطراف اللي بتنزل على جناب الطبلية لازم تندهن مادة دهنية كويس جدا، علشان لما اجي الم الفطيرة فوق بعضيها ابص الاقي الطبقات كلها مورقة ما بين بعضها. دي اهم حاجة في الفطيرة اللي بتفرديها على الطبلية، لازم تندهن مادة دهنية كويس جدا علشان كل التورقات تبان من بعضها، تبان ورقة معاكي ورقة من ورقة، لان الفطيرة ديت بتبقى كبيرة وبتبقى واحدة وبتتفرد وبتنزل على جناب الطبلية، فبتكون حتت مش واصل لها مادة دهنية، خلاف اللي هي بتعملها كور صغيرة وبتعملي واحدة فوق واحدة. طبعا اللي بتعمليها واحدة فوق واحدة دي كلها بتندهن مادة دهنية وايداكي طايلها كلها. كمان الطريقة ديت بتعوز السمنة تكون سايحة مش باردة ولا بدرجة حرارة الجو. واهم حاجة كمان في الطريقة ديت اللي هي على الطبلية، لازم الفطيرة تفرديها على قد ما تقدري، وتيجي من نص الفطيرة لو حسيتي ان هي تخينة معاكي تبدأي تخبطي عليها من النص، بتبدأ تهوي كمان وتخفي معاكي. واهم حاجة كمان الاطراف لو هي تخينة معاكي وهي زي ما هي كده تحاولي تفردي الاطراف على قد ما تقدري. وكمان لو الفطيرة قطعت معاكي زي ما انت شايفة كده، تقدري تجيبي حتة من طرف العجينة خالص وتسدي القطع ده، يا اما ترفعي القطع على طرف الطبلية زي ما انت شايفة كده وزي ما هوريكي دلوقتي. وبكده استحالة الطبقات تكون قليلة معاكي، لان كتر القطع في قلب الفطيرة بيقلل في الطبقات بتاعتها. خلاص كده تمام. بلم الفطيرة على شكل تربيعة ولازم يكون متناسق علشان لما اجي افردها في قلب الصاج او في قلب الصينية اللي انا هسوي في قلب الفرن تكون كلها سمك واحد ورق واحد، وما عنديش جنب تخين وجنب رقيق، او الاطراف بتاعتها ما تكونش تخينة من جوه الفطيرة. اما الفطير المشلتت اللي هو عبارة عن كويرات صغيرة وبنجمعها فطاير كبيرة، اللي هي كل 5 كويرات 6 كويرات بنجمعها فطيرة كبيرة، ده بنعملها على الطبلية او على صينية او على رخامة واحنا قاعدين واحنا واقفين زي ما تحبهم. بتكون الطريقة دي افضل واحسن للناس اللي لسه مبتدئة او الناس المحترفة بس ما بتقدرش تقف وتقدر تعملها وهي قاعدة كده. وكمان الفطاير كلها لما بتفرديها قدامك بتبقى ايدك طايلها كلها وبتندهن مادة دهنية، يا اما سايحة يا اما كمان بدرجة حرارة الجو، بتبقى من الاخر ايدك طايلاها. وبتحطي كورة فوق كورة، يعني بتفردي واحدة وتحطي التانية، بتفردي واحدة وتحطي التانية، وبكده تكون كل الكويرات كلها سمك واحد. وبعد كده بتقفليها يا اما برضو بالتناسق اللي هي شكل تربيعة يا اما عشوائي. الطريقة دي كمان ما بتخليش الفطيرة تقطع منك وبتبقي ملكاها اكتر واكتر. وبعد ما بتخلصي فرد الكويرات كلها بتبدأي 5 دقايق وتفردي الفطيرة في قلب الصاج زي ما هوريكي كده. بس الفطيرة اللي انتوا شايفينها دي مفرودة على الطبلية، ولازم اللي مفرودة على الطبلية بتسيبيها على الاقل نص ساعة علشان لما تيجي تفرديها في قلب الصاج الوش بتاعها ما يقشرش منك بعد خروج
خروجها من الفرن. اما لو انت بتعمليها كويرات صغيره وبتحطيها في قلب الصاج زي ما حطيناها كده، بتيجي بعدها على طول ب5 دقايق، يا اما مباشره على طول بتفرديها، استحاله تقطع منك لان بتبقى خدت راحتها زياده عن اللازم اللي هي الكويرات الصغيره. خلاص كده تمام. وبعد ما بخلصها فرد بدهنها مادة دهنية اللي هي قشطة، ولازم تندهن قشطة يا بنات علشان تخلي شكل الفطيرة احمر واللون بتاعها بيبقى جميل زي ما بتشوفوه معايا في الفيديوهات وزي ما هوريكم دلوقتي، علشان اعرف العجينه ليها عرق ولا ملهاش. ودي اهم حاجه عندي في عجينه الفطير المشلتت، عرق دي يكون كويس جدا علشان اقدر اشتغل بيه واقدر اتحكم فيها كمان. طيب دي اعرفها ازاي؟ بعد العجن على طول بمسك حته من العجينه واكورها، وبعد 5 دقايق بفردها. اللي لقيتها فردت وبمسك بطرف صوابعي كده واشد في العجينه ولقيتها بتسحب معايا تسحب خالص كده، يبقى العجينه عرقها سايب. لو مطت معايا وبشد فيها بصعوبه شويه كده وبفرد ولاقيها ترد تاني، يبقى اعرف ان العجينه دي عرقها قوي. وبكده لو انا في الصيف بسيبها لمده نص ساعه، ولو انا في الشتاء بسيبها لمده ساعه ترتاح، وبعد كده بفرده على الطبليه، وهي دي بتاعه الطبليه. ولو هنعملها كويرات صغيره يبقى بعد ما بنكور الكور بتاعتنا بربع ساعه وبعد كده بنفردها على طول. والطريقه اللي بنعملها بالكويرات الصغيره يبقى بعد ما بنلم ال5 كويرات 6 كويرات نجمعهم فطيره كبيره، بعد الفرق نسيبها 5 دقايق وبعدين نبططها في قلب الصاج وندهنها قشطه وندخلها الفرن على طول. بتقعد في الفرن قد ايه؟ بتقعد معايا من 10 دقايق ل 12 دقيقه، ما بتزيدش عن 12 دقيقه ولا بتقل عن 10 دقايق. واقفل عليها الفرن وافتح عليها وادير من وقت للتاني علشان الفطيره تطلع قبه معايا ومنتفخه والحراره بتاعتها متساويه زي ما هوريكم دلوقتي. بالمختصر كده تعالى اقولك على مميزات وعيوب الطريقتين الاتنين على طول. مميزات الفطيره الكبيره اللي هي على الطبليه، بتنجز معانا في الوقت والمجهود، وبتكون مورقه ورقه من ورقه واستحاله وشها يقشر، وبتبقى طريه زي الزبده. والعيب اللي في الطريقه ديت بتاخد وقت بعد الفرد على ما ترتاح علشان نفردها في قلب الصاج، بالعكس الكور الصغيره بتتفرد على طول بعد 5 دقايق. الميزه اللي في الكور الصغيره بفرد واحط في قلب الفرن واسوي على طول، وميزتها بتقب في الفرن اكتر من التانية مع ان الماده الدهنيه بتاعتها قليله عكس التانية خالص. وبكده الاتنين احسن من بعض وفي تعادل في المميزات والعيوب. والطريقه اللي تعجبك وتريحك اعملي بيها، قوليلي انهي طريقه عجبتك وارتحت لها وهتنفذيها. اعملي شير للغير علشان الكل يستفيد، واشوفكم على خير.